نعتقد أن لعبنا بطريقة جيدة في هذه المباراة. كانت مباراة صعبة جدا على الفريقين، كان هنالك لعب كثيف ونسق مرتفع جدا، خاصة في الشوط الثاني تحسنا كثيرا، وكان يمكن أن تكون النتيجة مختلفة لو حافظنا على هدف الأول. عاد الفريق بعد تسجيل هذا الهدف وسجل هدفا رائعا، هدف التعادل، ولكن بصفة عامة نخرج من هذه المباراة بكل الرضا على الأقل بالنسبة لي. أنا من ماركا. كيف رأيتم إقصاء اللاعب كريستيانو؟ حسنا، من الصعب أن أحكم على ذلك. لم أرى الصور، ولكن أعتقد أنها كانت مبالغ فيها. مساء الخير، كرافائيل من راديو ماركا. على مستوى أظن أن كان هنالك كثافة كبيرة في اللعب، وكيف بدا لك أتلتيكو بلباو وفرض نفسه بعد تسجيل هدف الخصي. مثل ما قلت، عموما كانت المباراة جيدة، خاصة الشوط الثاني بالنسبة لنا. في الشوط الأول أتلتيكو بلباو ضغط علينا كثيرا ولم نتمكن من الاستحواذ على الكرة، حاولنا نلعب على المرتدات، ولكن في الشوط الثاني نزل مستوى ضغط بلباو وتمكنا من صنع بعض الفرص والاستحواذ على الكرة وسجلنا هدف وسيطرنا على الشوط الثاني. هنا كارلو فرانسيس من راديو كاتالونيا. عندما نرى التغييرات، أظن أنك لم تخاطر وخيرت أن تحاول إنهاء المباراة بدون مخاطرة. نعم، كان من الصعب أن نحاول أن أفوز بهذه المباراة ب10 لاعبين فقط، وغيرت ليس لأني لا أريد أن أفوز بهذه المباراة، ولكن أردت أن أدخل بعض الطراوة للاعبين في نهاية المباراة. هل هناك أسئلة أخرى؟ مساء الخير، غوثالو مارتين من ABC. في الشوط الثاني رأينا إذا كثافة من الهجوم. ما الذي كان ينقصكم للفوز بالمباراة؟ بعد الهدف الذي سجلناه كنا مسيطرين على الشوط الثاني، لم نعاني كثيرا مثل البداية، كان الفريق متوازن، وجاء هدف التعادل بعد تسديدة ممتازة من إيباي، وأعتقد أننا لم نقم بأخطاء تذكر. كانت مباراة، كان هناك ندية كبيرة في الشوط الأول. مثل ما قلت، عانينا للمحافظة على الكرة، لم نخلق فرص، كان هناك فرصة واحدة فقط في الشوط الأول.